حبيبتي انا جيت. الحمد لله على السلامه يا اخويا، تعال. الله يسلمك يا انا شيخ. عايزك تلبس مكان ما تعملش اي حاجه، ماشي؟ في ايه بس؟ اهدى بس، في ايه؟ مراتك زمانها جايه هتعرف كل حاجه دلوقتي يا اخويا. هعرف كل حاجه ازاي يعني؟ كل حاجه هتعرف، تعالى يا شيخ. طب اهدى بالراحه، انا لسه جاي من السفر. اجلس مكاني، مراتك زمانها جايه تشوف كل حاجه وهتسمع كل حاجه. ماشي. ايش يا حتمات السرعة دي؟ انا ماني فاهم شيء، انا ماني فاهم. فهمني طيب. ماشي. مش فاهم حاجه. ايه ده يا جيمي؟ نغم؟ انت رايح فين؟ مفيش يا نغم، كنت رايح الشغل، في حاجه ولا ايه؟ ايه ده؟ مين ده؟ ايه ده جيمي؟ متوقعتش انت اللي هتفتح، سبحان الله بخبط ومش متوقع ان انت اللي جوه. ايه ده؟ مين ده؟ ده واحد غلبان كده قابلني في ده شحات، ده الخدام الجديد بتاع ده، جوزك. مش عارف يا جوزك؟ مش عارف يا جوزك؟ حول الله يا رب. الشغل امبارح وكان محتاج شغل، فقلت اجيبه النهارده يكنس مكان عشان انا متاخر. عايز اي شكله حاجه؟ غريب. طيب استنى يا جيمي، وانت هتسيبني انا وهو لوحدنا في البيت؟ انا مش عارف برضو، انت هتسيبها مع الشغال لوحدهم؟ عيب يا عم، مش عشان جوزها يعني. انت راجل غلبان يا نغم، هيكنس ومديله فلوس وهتكل على الله مش هيقعد. طب اسمع بس، انا عايزه اتكلم معاك في حاجه. اتفضلي. بص يا جيمي، انا بعزك جدا على فكره. ربنا يخليك يا مرات اخويا. وبما ان وجدي بقاله 3 سنين ما رجعش، والجيران عماله تتكلم علينا يا جيمي، فيها اما نتجوز. بجد مش عارف الافكار دي بتجيلهم منين يعني. هو ممكن واحده تفكر في فكر يعني التفكير ده من يعني ماشي. اتجوز؟ انا شايفه ان الجيران كده عماله ترمي كلام كده، ازاي قاعده مع واحد برضو في البيت، برضو انت راجل وكده، فمش هينفع. انا مالي 3 سنين وفاكره الوقت ان انتوا تتجوزوا؟ 3 سنين قاعدين مع بعض؟ ايه في ايه؟ احنا هنأسلم ولا ايه؟ بكلام الناس. انت مرات اخويا، واللي انا بعمله بصحى اروح الشغل واجي انام واصحى اروح الشغل، مش بعمل حاجه اكتر من كده نغم. ايوه يا جيمي، ما هو وجدي شكله بصراحه مش راجع، وانا بصراحه زهقت. وبعدين يا جيمي، انا بتقعد قدامي ورايح جاي كده وحزتك جدا. ايه ده؟ اوعي ايدي. تلمسي ايدي؟ انت اتجننت ولا ايه يا مرات اخويا؟ انت ليه بتعاملني كده يا جيمي؟ على فكره انا اخويا مأمن امانه اللي انا اخد بالي منك واجيب لك كل طلباتك واكنس لك البيت واعمل لك كل حاجه. انت اخوك جايبك خدام؟ انت ايه ده؟ ايه اكنس لك يعني ايه؟ يعني ايه؟ تخيل كده اخويا يقول لي انت هتبقى مع مراتي، تسكن معاها وتقعد معاها وتكنس لها البيت، تطبخ لها. تمام، انا هسافر 3 4 5 16 سنين. انتوا مجانين يا جدعان؟ انتوا تاكلوا برتقال؟